قاعد انت كده تقلب في الفيديوهات عشان تهرب من نتيجه التنسيق. طب تعالى بقى انا جاي اكلمك عن كليه اعلام. خليني كده اقول لك في الاول شويه معلومات عن كليه اعلام وازاي اصلا بقى في كليه اعلام. كليه مرت بمراحل كتير قوي عشان تبقى كليه بحق وحقيقي. في الاخر كان اسمها في الاول معهد الصحافه العالي، وبعد كده اتسمى معهد التحرير والترجمه والصحافه. كل ده كان في كليه الاداب جامعه القاهره. اول من اسس المعهد الدكتور محمود عزمي والدكتور طه حسين. المعهد بيدي دبلومه عاليه في الماجستير كمان. صح كده معايا عشان في شويه تواريخ جايه عايزك تبقى مركز معايا. سنه 54 اتحول المعهد لقسم التحرير والترجمه والصحافه في كليه الاداب جامعه القاهره. بقى بيدي 3 حاجات بدل حاجه واحده، ليسانس وماجستير ودكتوراه واجهزه كمبيوتر ووجبه من الكانتين اللي مش عاوزين تقربوا له ابدا وترابيزات بلياردو وبنج. جه بقى 19 ديسمبر سنه 69 اتحول القسم لمعهد مستقل بالاعلام. بدات الطلاب تدرس دراسات عليا في مارس سنه 71. تعبت انت من التواريخ انا عارفه، خد نفس كده وصحصح معايا ويلا عشان نكمل التواريخ. طب انا يا كابتن لازم تفوق يا كابتن، بقول لك فوق. في اكتوبر من نفس السنه اللي هو كام بقى؟ ايوه انت صح كده، سنة 71 الطلاب بدأت تدرس فيه بكالوريوس. نيجي بقى لسنة الفرج سنة 74 اتحول المعهد ده كله لكلية إعلام. الحمد لله على السلامة، احنا وصلنا الخرطوم. وبكده تكون أول كلية مستقلة للإعلام في الشرق الأوسط ده كله. جاي أقول لك بقى بعد كل ده إن كلية إعلام هي اللي بتحتوي الناس وبتراضي كل الأطراف، زي مثلا إنها بتواسي طالب علمي عشان ما جابش مجموعة هندسة ومجموعة صيدلة اللي بيحس خلاص إنها نهاية العالم. الخلاصة إن كلية إعلام هي كلية عملية جدا، بتحتاج وقت وجهد وتفكير عشان تطلع احسن فكره. العملي بتاعها ممتع جدا، التعامل مع الكاميرا والمايكات بيخليك تبدا، بس مش معنى يعني انك بتنزل لوكيشنات واضاءه وتصوير انك تنسى النظري بتاعها. اوعى اوعى. مده الدراسه فيها 4 سنين وعندك كذا تخصص، اذاعه وتلفزيون وصحافه وعلاقات عامه. اكيد هتلاقي شغفك في واحده من ال3. كل الحكايه محتاجه صبر ومجهود. ايه بقى لسه متردد تخش كليه اعلام؟